الكريدت كارد والديبت كارد. الكريدت كارد اللي هي بطاقه الائتمان، والديبت كارد اللي هو بطاقه الخصم المباشر. ايه هو الكريدت كارد؟ هو الفلوس اللي البنك مسلفها لك، مش فلوسك. هتتعامل مع الكريدت كارد على ان دي فلوسك، هتودي نفسك في ده. ليه بنفيتس كتيره جدا وليه مساوئ لو استعملته غلط. لو انت مش هتقدر تلتزم بطريقه استعمال الكريدت كارد صح، خليك في الديبت كارد. ايه هو بقى الديبت كارد؟ هو فلوسك اللي في حسابك في البنك، بدل ما تقعد تسحب من المكنه او تمشي بكاش او كده، بتدفع بيه من فلوسك اللي في البنك. وانا دايما بشجع الناس على انها تستعمل الكريدت كارد مش الديبت كارد. بيفك زنقه، بيعلي لك الكريدت سكور، بتاخد بوينتس، والنقط دي ممكن تحولها لكاش ترجع لك على حسابك، ممكن تشتري بيها مشتريات، ممكن تسافر بيها. بس في شرطين مهمين قوي. الشرط الاولاني ان اي مليم هتستخدمه من الكريدت كارد تسدده للبنك قبل نهايه المده المحدده. الشرط الثاني انك تتعامل مع الكريدت كارد ايا كان الليميت بتاعك ايه، ان الفلوس اللي فيه قد او اقل من الفلوس اللي فعليا في حسابي في البنك. فما تشتريش حاجات ازيد من اللي انت كنت هتشتريها لمجرد ان الليميت بتاعك عالي. يعني انا دايما بقول كده، ما تصرفش فلوس من قبل ما تقبضها، وقبل اخر الشهر ما يخلص تسد من ده تحط في ده. ده الكريدت كارد.